حبس ثلاثي الزمالك 6 شهور، ومصير وسام ابو علي من مباراه السوبر، ورد فعل الشناوي بعد ترحيل كهربا. شهد الشارع الرياضي العديد من الاخبار في ال 48 ساعه اللي فاتوا، وابرز الاخبار كانت مشكله لعيبه الزمالك، وقال وسام ابو علي هيكون مهاجم الاهلي الاول موجود في نهائي السوبر، ورد الشناوي بعد عوده كهربا الى القاهره. بالنسبه لموضوع الزمالك، المحامي نصر بشير مقيم بدوله الامارات العربيه المتحده قال بشان ثلاثي نادي الزمالك دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، واللي النيابه امرت بحبسهم 6 شهور وتغريمهم 150 الف درهم حسب قوانين الدوله. واكد نصر بشير المحامي في تصريحات تلفزيونيه ان في مواد اخرى قد تكون في صالح لاعبي الزمالك، خاصة أن الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله والواقعة واضحة ومثبتة، وفي حال تنازل الثنائي الآخر سيتم إجراء تصالح. وقال إن الثلاثي موجود في محبسهم والمحكمة هتكون عاجلة. بالنسبة للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول وتواجده مع الفريق في نهائي السوبر أمام الزمالك من عدمه، وحقيقة مشاركة وسام أبو علي هل صحيحة أم لا؟ ده علشان هو كان في المباراه بتاعت سيراميكا كان عنده اجهاد في العضله الخلفيه. النهارده تم التاكيد ان الفلسطيني وسام ابو علي دخل بقوه حسابات المدير الفني مارسيل كولر لمباراه الزمالك في نهائي كاس السوبر المصري، وهيكون متواجد بشكل اساسي من البدايه. لاعبي النادي الاهلي عقدوا امبارح جلسه بدون المدير الفني مارسيل كولر بسبب ازمه كهربا وترحيله للقاهره، واكدوا خلال الجلسه ان ازمه كهربا مع الاداره، ويجب على الجميع التركيز في المباراه النهائيه من اجل حصد اللقب والتتويج بالسوبر المصري. محمد الشناوي ابلغ اللاعبين بعدم الانشغال بالموقف، وطالب اللعيبه بضروره الفوز امام الزمالك، وقال ان في حاله خساره جديده من الزمالك هتكون مصيبه بالنسبه للاعبين ولابد من مصالحه الجماهير. في النهايه اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل اشجع وادافع عن النادي الاهلي لاخر نفس فيا. تنساش تعمل لايك لاخوك وتكتب تعليق وتقول لي رايك في الفيديو. السلام عليكم.